كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل قطايف. قولي لي بقى انتوا بتعملوا قطايف بايه؟ القطايف دي ليها كذا حاجة، يعني في ناس بتعملها مكسرات، في ناس بتعملها بالعجوة، في ناس بتعملها بالشوكولاتة، في كل حاجة. انا بقى النهاردة هعملها بايه؟ هعملها بالعجوة عشان انا بحبها بالعجوة. وقولي لي بقى، في حد بيعملها بالعجوة؟ يعني في ناس كتير بتعملها بالعجوة. العجوة ديت انا فصصتها وحطيتها في معلقة سمنة على النار، وهرستها كده لما بقت لما بقت عجينة كده. تمام. هناخد بقى منها حتت كده ونعملها زي صغننه كده. تمام. وناخدها بقى في القطايف. علينا في الكنافه والقطايف اليومين دول، في القطايف بالمنظر ده، ونقفل عليها تمام كده. هنعمل بقى الكميه كلها كده. وهنعمل برضو حبه بالشوكولاته، في ناس بيحبوها بالشوكولاته، في ناس بيحبوها بالكريم جانتيه، الحقيقه بتتباع بره. تمام. بالحاجات دي كلها بس غاليه. فانت هاتي واعملي في البيت، هاتي شوكولاته بيضه، هاتي شوكولاته سودا، هاتي عجوة. انا بحبهاش بالمكسرات، مش عارفة في ناس زي كده يحبوهاش بالمكسرات ولا ايه. هنعمل بقى الكمية كلها كده، مش كلها يعني، وشوية كده بالشوكولاتة. وتعالوا نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي وطعمها عامل ازاي. وهنا بقى انا كنت عملت الكمية كلها بالعجوة، وكنت ركنتها على جنب، قلت اعمل بقى حبة بالشوكولاتة او بالكريم جانتيه. فجبت القطايف بقيت اقفل نصها واسيب نصها مفتوح، يعني تقفلي كده لحد النص وتسيبي النص التاني مفتوح. ورحت مسخنه زيت وبدات اقلي في القطايف اللي هي المفتوحه دي الاول. بدات بقى هقليها بقى تاخد لون ذهبي كده جميل. بصوا خدت لون ذهبي جميل، ومفتوحه زي ما هي ولا فتحت في الزيت ولا اي حاجه، ومفتوحه من فوق الجزء اللي انا هحط فيه الشوكولاته. تمام. هنا كنت خلصتها بقى وبدات اقلي في بقى اللي هي بالعجوه. طبعا هي القطايف كانت في واحده قعرها احمر شويه وفي واحده ابيض عادي. هنا بدات برضو تاخد لون جميل اهو، بدات اطلعها. تمام. هصفيها بقى، انا كنت عامله شربات تقيل. بدات هنا احط في الشربات، يعني عملت شربات تقيل عشان القطايف ما تبقاش طريه، وبدات احط فيها القطايف. تمام. حطيت بقى القطايف كلها هنا في الشربات، وبدات بقى ازين بقى القطايف بتاعتي المفتوحه. القطايف بقى المفتوحه بدات احط فيها جزء عملت فيه شوكولاته، وجزء عملت فيه كريم جانتيه. وجيت بقى للتانية اللي هي بالعجوه المقفوله، حطيتها برضو في العسل. والعسل كان تقيل وكان بارد زي ما قلت لكم عشان القطايف تفضل مقرمشه وما تطراش. وما نغطيهاش برضو عشان ما تطراش، يعني لو عايزينها مقرمشه يبقى العسل تقيل وما نغطيهاش. تمام. هنا بقى عملت الكميه كلها اهي، بصوا كانت تحفه وجميله جدا. عملت جزء بالشوكولاته، وعملت جزء بالكريم جانتيه، وعملت حبه بالعجوه. يعني اللي بيحب ده اللي بيحب ده. تمام. بره هتروح تشتري الكلام ده هتلاقيه غالي، فاعمليها في البيت موفره وجميله ومبتاخدش وقت.